خد يا نجم، تعال اقول لك النهارده في مطوشه تقيله قوي في دوري ابطال افريقيا. طبعا على اساس كل مجموعه هيتحدد المركز الاول والثاني اللي هيصعدوا ربع النهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا خلاص الاهلي صعد ب 12 نقطه، خلاص رسمي صعد اول مجموعه ويليه يانج افريكا. نيجي في المجموعه الاولى، عندك ماتش قوي جدا الساعه 3 النهارده. ماتش ميولودي سان داونز هيلاعب مازيمبي. طبعا الماتش ده هيتحدد بقى من اول يومين تاني مجموعه، خلاص هو كل واحد فيهم عنده 10 نقاط. فعلى اساس الماتش ده مين هيتحدد الاول او التاني. طبعا خلاص بيراميدز خلاص طلع من البطوله. نيجي بقى للمجموعه التانيه، طبعا مجموعه صعبه جدا. عندك اسك خلاص صعد برصيد 11 نقطه، يليه عندك سيمبا، بعد كده الوداد. سيمبا عنده 6 نقاط والوداد عنده 6 نقاط. طبعا سيمبا هيلاعب جالاكسي الساعه 6 والوداد هيلاعب اسك الساعه 6. طبعا في حاله فوز سيمبا خلاص سيمبا بقى مركز تاني وملوش دعوه بقى. طبعا الوداد هيعمل يكسب يخسر ملوش دعوه طبعا، في حاله بس صعود الوداد، في حاله تعادل سيمبا او خساره سيمبا. دي المجموعه الثانيه. نيجي للمجموعه الثالثه النهارده، مجموعه الترجي والهلال وبيترو اتلتيكو. بيترو اتلتيكو طبعا اول مجموعه برصيد 9 نقاط. عندك يليه الترجي 8 نقاط والهلال 5 نقاط. طبعا الترجي هيلاعب النهارده الهلال. طبعا ماتش قوي برضو جدا الساعه 9 بالليل. وعندك بيترو اتلتيكو هيلاعب النجم الساحلي. خلاص بيترو اتلتيكو طبعا بنسبه كبيره طبعا هيبقى اول مجموعه. طبعا بين بقى الهلال والترجي مين تاني مجموعه، وبرضه بنسبه كبيره طبعا الترجي هيبقى تاني مجموعه. فكده عندك المطوشه تقيله قوي النهارده، وهتحدد مين طبعا الفرق اللي ممكن تلاعب النادي الاهلي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.